الأم الوحيدة اللي ممكن تتخلى عن عيالها لمجرد بس إنها اكتشفت إنه مصاب أو بيعاني من مرض ما. الأم الوحيدة اللي لقت عيل من عيالها ضعيف ما بياكلش ممكن ما تهتمش وما تحطش في بالها وتسيبه ما ياكلش. المسكينة اللي قدامكم دي عاشت وحيدة من تاني يوم ولادتها، وده اللي حصل معاها من أمها وإخواتها. أمها بعد ما والدتها اكتشفت إنها مصابة، إنها مريضة، نقلت عيالها من تاني يوم ولادة وراحت لمكان تاني وسابت المسكينة دي وحيدة تعاني من الجوع والعطش والمرض. ربنا يبارك لك. حماد حماد سخن. لا يرتاح يرتاح. حماد حماد بس خلاص تعال. بص عليها لونها جميل اصلا. في كل مكان هتلاقي ناس طيبة، ناس رحيمة، هتلاقي ناس عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على القطط. القطة دي ولدت عندهم في المكان ده لانها حست بالامان في المكان ده. الناس استحملوها وسابوها، ولكن اتفاجئوا ان الام بعد ما اكتشفت ان بنتها مريضة نقلت عيالها وسابت بنتها. سابت بنتها لمجرد بس انها مصابة. الناس الطيبين دول حاولوا يساعدوا المسكينة اللي قدامكم دي على قد ما يقدروا. بعد يومين انا ظهرت في المكان، ظهرت بدون ميعاد. سبحان الله، في كل مرة بنقذ فيها أي حالة إنقاذ ربنا بيسخرني إن أروح المكان ده لسبب ما، وبحمد ربنا وبشكر فضله إن حط القطة المسكينة اللي قدامكم دي في طريقي. بعد ما فتحت يا حبيبتي كانت ميتة من الجوع. جبت لها لبن خالي لاكتوز وبدأت أرضعها، وتاني حاجة فكرت فيها ندفيها. جبت لها أصغر مقاس في السوق وزي ما أنتم شايفين، وطبعا ما جاش على مقاسها واضطريت إني أقصه لأن هي أصلا قد 4 صوابع من إيدي. وصيت لها على لبس يكون على مقاسها عشان يدفيها من البرد اللي إحنا فيه ده. الحمد لله البنوتة اللي قدامكم دي بقت بنتي، انضمت لأولادي. ما اشوفش وشك هنا، تمشي من هنا. انت بتزومي عليا عشان بمشيه يعني؟ تعال. سفروتة، ليه انا الكلام ده؟ دي اخرتها؟ انا رضع واشطف واحمي واكل وطعم وعقم، وفي الاخر تجري تدورين على الحب؟